السلام عليكم. معكم نور القاضي، مطبخ نور القاضي. النهارده هعمل معاكم فراخ بتتبيله مميزه قوي، من غير بقى ولا فحم ولا سلق ولا تحمير. حلوه قوي وسريعه وتنفع معاكم في كل العزومات. الفراخ دي انا جبتها وقطعتها على حسب ما انت بتحبوا القطعة قد ايه او عدد القطع، وبجيبها بعمل كمية اصلا، وبجيبها الاول اغسلها بدقيق وملح وسكر، وبدعكها قوي من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، وبعد كده بشطفها مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده بجيب بصل مبشور بحط عليه سماق وملح وكمون وفلفل اسمر، وبحط عليه توابل فراخ، وبحط عليه قرفة كاري كركم، وبسيب التتبيله دي احطها من تحت الجلد وفوق وتحت، وبعبيها من التتبيله وبحطها في الفريزر وبطلعها هستعملها بقى على حسب ما انا هسلق، احطه في الفرن اللي انا هعمله فيها بقى. دلوقتي انا جبتها بعد ما طلعتها من الفريزر سبتها تبرد خالص، وبعد كده حطيت عليها الكيسه، حطيتها في شويه ميه وحطيتها، سبتها تبرد خالص وتفك، حطيتها في صينيه بقى تمام واشتغل بيها. دلوقتي هي اصلا متبله جاهزه تمام. عايزين تزودوا التتبيلات تمام اوكي، مش عايزين التتبيله كده بالطعم ده اوكي. انا جبت شويه من الميه، حطيت فيهم شويه من الملح، وحطيت فيهم معلقه كبيره من الصلصه، وحطيت كمان معلقه من الكركم، ومعلقه من العسل الاسمر، بيديها نكهه وطعم تحفه. وقمت جايبه التتبيله دي وحطيتها عليها، بقت فيها نسبه من الميه على البصل وعلى التوابل اللي كانت فيها، هي متبله جاهزه مش محتاجه اي حاجه. هظبط كده القطع فيها بحيث ان الميه تكون متساويه لكل القطع. حطيت بقى على الوش شويه من الجزر المبشور، شويه قطعت كده قرنين سبايسي فلفل، وعايزين تحطوا برضو شويه بصل، عايزين تحطوا شويه طماطم برضو عادي، هتديها طعم حلو كمان. حطيت بقى على الوش كده رشه من الزيت، وقمت جايبه الورق الفويل ومقفلاها كويس، تخلي الورق الفويل من الاطراف يكون جامد بحيث ان هو يقفل قوي على الصينيه، ما يبقاش يعني سايب كده، لا اتنين تانية كده من كل الطرف، وقفلي قوي من الحوافي بتاع الصينيه بحيث ان هي تقفل جامد على الصينيه. البخار هو اللي هيسوي الفراخ، هيطلعها مهريه، يعني الفرخه كده تمسكيها اللحم يقع من العظم من كتر ما هي استوت جدا. وجبت خله كده عشان او شوكه وتعمليها كده فيها خرمي عشان يطلع برضو نسبه البخار الزايده. ودخلتها بقى الفرن، طلعت بالشكل ده، قعدت بالظبط مثلا ساعه الا ربع او اقل كمان، لان انت طبعا انت حطاها في التتبيله دي، فشربت من التتبيله برضو، اللحمه استوت. هدخلها بقى الفرن، شلت بقى الورق الفويل ودخلها تاخد بقى لون من فوق. انا بس عايزه اوريكم التفاصيل اللي بيقولك انتي بتخزني لحمه ولا تخزني فراخ لونها وطعمها بيتغير. اللحمه بيضه قشطه قدامكم اهي. دخلتها الفرن، خدت الوش ده، تنفع بقى مع مكرونه بشاميل، رز مبهر، رز بسمتي، اي نوع اللي انتوا تحبيه، ان شاء الله عيش، هتبقى معاكم تحفه. جربوها بجد هتعجبكم وزي العسل، بجد طعمها مسكر وعسل. جربوها وقولوا لي، ما تنسوش الاشتراك في القناه. سلام.